ها، انت ما عندكش دم، من حقك تتمطع. ما انت صاحي لي قبل المغرب بنص الساعه. وايه يعني يا حاج؟ ما انا صاحي اول يوم الساعه 8 الصبح وما اتسحرتش. ما هو من غبائك يا قلت هتصحينا نتسحر وراحت عليك نوم. انا مالي؟ خلاص سيبني من نفسي اصحى يوم متاخر. لا بلاش قلب الدماغ، يالا اجري يلا اعمل العصير مع امك. هو اي شغل وخلاص؟ ما بتحبش تشوفني قاعد؟ ما تردش عليا يا اخفى اعمل العصير مع امك. حاضر بالراحه بس. وماله؟ حاضر خلاص. انت يا زفت يا رزه. وفي ايه؟ ما اعرفش، العادي بتاع كل يوم قبل الفطار. خش شوف عايز منك ايه. ربنا يستر. انت يا زفت نعم يا بابا. البند عليك ياض، ما بتردش ليه؟ مش سمعت. هو انت تعمل ايه كده يا؟ مش معمل. طب يلا انزل هات لي علبه سجاير وما تتاخرش. وانت فضل. اللي بعد الفطار يا غبي زي اخوك، امشي غور من قدامي. حاضر. هات العصير يا زفت وشوف اخوك فين عشان يهدى. اوكي على اذان المغرب 5 دقائق 5 دقائق. انت بتزعلي ايه يا وليه؟ انا مش قاعد. بدأنا حوارات كل سنه يا اخويا. حوار يا وليه؟ انتوا مجانين. وبعدين فين السلطه اللي على الاكل؟ يو سلطه؟ انا فكرتك هتقول مخلل زي السنه اللي فاتت. مش بقول مجانين، السلطه فين يا وليه؟ ما انت ما قلتش يا اخويا. يعني هو لازم اقول بعد كده ما تعمليش فطار وبقولي ما قلتش. انت بتخلع؟ هي فين السجاير يا رزه؟ بصراحة الفلوس وقع. وكمان ما فيش سجاير؟ ده انت سنك سودا النهارده. يو تملت. يلا بينا. كل سنه وانتم طيبين يا ولاد. ناولين لي حته الفراخ اللي قدامك دي. انا يا اخويا. كل سنه وانتم طيبين يا ولاد. هاتوا لنا رامز ولا المداح.